الأساسية لأنه يخالف كل التوجيهات الملكية وكل الخطابات الملكية التي تؤكد على أولوية التعليم بعد الوحدة الترابية. نرفضه لأنه يخالف توصيات المجلس الأعلى للتعليم الذي أكد على أولوية التعليم معتبرا إياه قاطرة للتنمية، وذلك انطلاقا من الاهتمام بالمدرس. نرفضه لأنه يخالف توصيات النموذج التنموي الذي يوصي بالاهتمام بالمدرسة العمومية. هذا ما قالته التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب خلال هذه الندوة الصحفية التي عقدتها حول ثلاثة ديال النقاط اللي هي أساسية: حماية ديال المهن ديال التربية والتكوين، وكذلك السحب أو الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، وذلك من خلال سحب النظام الأساسي. وكذلك سنتطرق إلى أفق النضال من خلال التوجهات ديال التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، وهو ما سنحاول مناقشته من خلال هذه الندوة الصحفية بحضور الإخوة الإعلاميين والمجتمع المدني. أكد كل هؤلاء المجتمعين اليوم مضيهم في النضال مهما كلف ذلك وتشبتهم بمطلب إلغاء النظام الأساسي، كما نوهوا بآباء وأولياء التلاميذ على وعيهم بمحنة المدرس المغربي وتضامنهم معه في كل الوقفات والمسيرات الاحتجاجية. لن نعود إلى حجرات الدرس إلا إذا تحققت شروط نسميها بشروط العودة. اعتذار رسمي من وزير التربية والتعليم على إهانة السحب هذا النظام الأساسي المشؤوم، وليس تعديله وليس تجويده. هذه مصطلحات جوفاء فارغة المحتوى، لا بد أن يسحب نهائيا، ثم أن نقدم جدولة زمنية معقولة لصياغة نظام أساسي جديد تشارك فيه رجال ونساء التعليم عبر هياكلهم التي هي التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم. والإنصاف هو تخلقهم بنظام أساسي يتضمن صفحتان من العقوبات، هذا هو الإصلاح الحقيقي. ما نصرفوش الأساتذة والأستاذات حتى وصلت فيهم العظم، حتى تقاسوا في كرامتهم. بصراحة صبرنا ما فيه الكفاية. هانتم شفتوا المراسيم والبنود والمخططات كأننا في آلات تجارب، ولكن اليوم سنقول لهم لا ثم لا ثم لا، ومع